السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله بتكونوا بخير وصحة جيدة. الفيديو بعنوان ليلى وأخوها عبد العزيز وأخوها حمزة بن حسن. هدول الثلاث أطفال أبناء جارنا، طبعا جيراننا بن حسن، عظم الله أجركم، ربنا يصبركم يا رب. أبنائهم الثلاثة امبارح في مجرى في المواصل. أطفال هم الثلاثة، ليلى وعبد العزيز طلبوا من والدهم المصروف، فوالدهم الأستاذ محمود أعطاهم المصروف، فيدوب طلعوا من الخيمة عشان يشتروا من البسطة اللي جنب الخيمة. فتم استهداف المكان، تم استهداف مدنيين، تم استهداف أطفال. فالأستاذ محمود بقول أنا حسيت إنه أولادي راحوا بهذه الخبطة، وكنت متردد إن أنا أطلع برا الخيمة أو أضل بالخيمة. أنتم متخيلين إنه يصير استهداف في يعني في مكان كله خيام من قماش؟ للحظة الإنسان بصير يضحك على حاله ويفكر إنه هو يعني محصن من، يعني إنه هو محصن من بطون. بيضحك على نفسه إنه أنا قاعد في مكان غير آمن ومن قماش ما بيحميهم أصلا. فالأستاذ محمود هو وزوجته، زوجته الأستاذة أريج، طلعوا لقوا أولادهم. لكم أن تتخيلوا الصدمة والحزن. يعني إمهم راكبة في الإسعاف وبتساوي هيك، بتحضن حالها وبتواسي حالها وبتبكي، بتقول مين هيقول لي يما؟ تقول يما، حسبنا الله ونعم الوكيل. بطلت اقول يما، كلهم راحوا. بطلت اقول يما، بطلت اقول يما. مين يقول لي يما؟ مين يقول لي يما؟ مين هيحكي لي يما؟ راحوا ولادي الثلاثة. يعني لو بدنا نحكي كيف أريج ربتهم وهي أصلا موظفة وزوجها موظف، وكانت يعني ترباية الست لما تكون هي موظفة وبتربي ولادها، وأحسن ترباية، وولادها أذكياء ومثقفين ومحترمين، أعرفوا إنه هذه الست يعني ربت بكل تعب، بكل تعب، غير عن الست اللي أصلا ما بتكون موظفة وهي أصلا قاعدة في البيت. يعني خلص هي قاعدة في البيت بدها تربي ولادها. فالتربية بتكون صعبة أكتر على الست اللي بتكون بتشتغل برا وبتشتغل في بيتها وشايلة مسؤوليات وبتطاحن في هذه الحياة. فجأة أريج فقدت ولادها الثلاثة. صعبان علي إن أنا أشوف جيراني وأهلي وناسي اللي أنا من يوم ما وعيت على الدنيا وإحنا باب بيتنا في باب بيتهم، بالأفراحنا وحدة وأحزاننا وحدة، وحتى لا سمح الله لو صارت مشكلة بنقف مع بعض. بيصعب علي في الغربة إني أنا أشوف كل القنوات التلفزيونية وكل الصحافة بتحكي عن أريج وعن الأستاذ محمود، وشايفة فيديوهاتهم هم بودعوا أولادهم وأطفالهم. يعني أنا بعرف إنه الأستاذ محمود متعلق أكتر إشي في بنته ليلى، هي أصغر بنت، وأنتوا عارفين البنات حنونان والأولاد حنونين، بس البنت هي أصغر بنت وحنونة كتير. كان لما يروح على المسجد ياخدها معه، فلما كان يسجد ويرفع راسه يكون في شوية رمل هنا، فهو بيصلي لما يرفع راسه تيجي ليلى
تشيل الرمل، تك الرمل اللي على جبينه. فبقول بالفيديو أنا مين بده يتك لي الرمل عن جبيني؟ يا ليلى أنا من امبارح مش عارفة أنام، زعلانة لأني حاسة بوجعهم وخايفة لا سمح الله أعيش نفس هذا الوجع، خايفة. فإن شاء الله بكرة بدي أروح أعزي خواته، خواته موجودات عندي في مصر، بنات جيراني، فهروح إن شاء الله أعزيهم. اللي بنعيشه صعب، الغربة صعبة، واللي إحنا بنعيشه صعب. يعني لسه وجودنا بين أهالينا بين الإبادات أرحم بكتير بكتير. يعني اللي زي الدكتورة لبنى أخته والدكتورة هدى أخته، تخيلوا لما إجاهم الخبر هم ما قدروش حتى يواسوا أخوهم، ولا يودعوا أولاد أخوهم، ولا يطبطبوا على أمهم وعلى أبوهم. فأنتم متخيلين صعوبة الغربة. ويا عالم الأولاد إذا استشهدوا شبعانين ولا أكيد جعانين، لأنه كل أهل غزة جعانين. هم لما استشهدوا الجنوب كان فايت في مجاعة له أكم من يوم، وما فيش لو خبزة واحدة بكل الجنوب. فأكيد الأولاد كمان استشهدوا جعانين. حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يرحمهم. ولو بدي أحكي لكم الأولاد عباقرة أذكياء شاطرين. كان حمزة يقول لأمه أنا بدي أطلع بالصاروخ على القمر. يعني أطفال بس الكلام أكبر منهم، عقولهم يعني ناضجة رغم إنهم هم أطفال صغار. بس طبيعي الطفل الغزي إنه ينضج ويكون خياله واسع من الإبادات اللي شافها، من الظلم اللي هو عاشه وهو ملوش ذنب فيه. هو لقى محتل بحارب طفولته، هو مش عارف شو السبب، مش عارف شو بدي احكي. يعني عن جد انه يعني اغلب جيراني هذا برضو. محمد ابو شعر الله يرحمه جاري، يعني عظم الله آل أبو شعر، وعظم الله آل الحمايدة، وعظم الله بن حسن. كتير من جيراني يعني أنا يعني إحنا قلنا الحارة راحت خلاص ماشي، الأماكن والذكريات راحت. طب حتى البني آدمين بتروح. يعني كتير ناس غالية علينا وبتعز علينا راحت. الحمد لله على كل حال. ربنا يصبرهم يا رب، ربنا يشفي الجرحى ويقوينا ويصبر قلوبنا يا رب، وتخلص هذه الحرب، لأنه للأمانة إحنا تعبنا. والحمد لله على كل حال. بتمنى ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتعملوا اللايك عشان كل فيديو أنا أنزله يصلكوا على طول. شكرا كتير لكم، ومع السلامة.